السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. اتأخرت عليكي في الفيديوهات لان كنت تعبانة والتمسولي بقى العذر. وحشتوني كتير كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. فاكرين الزيتون لما ملحته وقلت لكم حطوا في الازازة؟ هسيب لكم اللينك بتاع تمليح الزيتون والزيتون اللي انا حطيته في الازازة. قلت لك اعملي احلى زيت زيتون، تحفة جدا جدا. جبت الازازة بقى وفتحتها وصفيت الزيت منها، وجنبي طبق الفول حطيت زيت زيتون على فول السحور زي ما انتوا شايفين. جبت الازازة وفتحتها بالسكينة من النص، واخدت منها الزيت حطيته في البرطمان زي ما انتوا شايفين كده، والزيتون حطيته في الطبق كده بلاستيك، ونزلت بقى عليه بمعلقتين ملح كبار زي ما انتوا شايفين كده، وهحط عليه شوية خل. وجنبي طبق الفول بقى اللي انا مدمساه، ونزلت لكم بالطريقة برضو على اليوتيوب زي ما انتوا شايفين. طريقة الفول المدمس حاجة تحفة كده. وهم بطلع الكيس احط عليه شوية زيت الزيتون وشوية الطحينة، وساعات بعمله بالطماطم. كل سنة وانتوا طيبين ورمضان يجمعنا، وان شاء الله يعود عليكم الايام بخير. طول ما انا بقلب في الزيتون عايزة اقول لكم اللي انا عماله اكل فيه من طعمته، طعمه رهيب جدا جدا، احلى من الزيتون الاسود اللي بتشتريه من بره. وكمان لما تحطيتي عليه الخل والملح وهتسيبيه في التلاجة هيسود معاكي، وهيبقى احلى زيتون عملتيه. واحلى زيت زيتون مش قادره اقول لكم زي اللي بتشتريه الاسباني، الازازه الاسباني الغاليه اللي بمبلغ وقدرها. شايفين الزيت لونه اخضر وطعمه حكايه جدا جدا. حضرت السحور بزيت الزيتون، زيت خفيف، زيت جميل جدا بطعم الزيتون، خطير بجد. بدل ما تروحي تشتري الازازه بالشيء الفلاني. شايفين الزيتون شكله عامل ازاي؟ حطيت حبه الخل، مقدار كده كوبايه صغيره، وعليهم معلقتين الملح الكبار. وحضرت اهو زي ما انتوا شايفين الفول بتاع السحور. عارفه اللي انا بقدم لكم فيديوهات قليله، بس بحاول بقدر الامكان يعني الحاجة اللي بجربها بقدمها لكم علشان تجربوها وتستفادوا منها. زي ما انتوا شايفين الزيتون طلع معايا بالشكل ده، بجد طعمه خطير. طول ما انا بقلبه عمالة اكل فيه بجد. وكمان الزيتون ذكر في القرآن في سورة والتين والزيتون، يعني ان هو بركة وحاجة حلوة جدا جدا ومفيدة للجسم. زي ما انتوا شايفين حطيته بقى في العلبة كده مقفولة عندي بلاستيك، وهغطيه ورشيت عليه شوية خل كده من فوق، وهشيله بقى في التلاجة تسحري منه للفطار لشوية جنب الغدا. حاجة كده جميلة. حضرت السحور، عملت بيض بزيت الزيتون مقلي، وعملت الطعمية اللي انا نزلت لكم بالطريقة بتاعتها، خضرة وخطيرة بجد، خطيرة وهم اتنسفت. عملت بقى شوية كزبة على جبنة بالطماطم، وطبق الفول بقى العجيب اللي هتاكلوا صوابعكم وراه بحبة الزيتون. وعملت بطاطس مهروسة ورشيت عليها شوية زيت زيتون. وده كان السحور. ولو وصلت لحد هنا من الفيديو ما تنسيش تصلي على النبي وتدعميني بلايك وشير وسبسكرايب.